معتمد جمال بعد تأهل الزمالك للنهائي الكونفدرالية فخور بلاعبي وجماهيرنا العظيمة. المدير الفني للأبيض يوجه رسالة شكر وتفاؤل بعد عبور بلوزداد. وجه معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك تصريحات قوية ومليئة بالفخر بعد تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف النهائي، ليستفيد الأبيض من فوزه في الذهاب بهدف نظيف ويتأهل إلى النهائي. جمال تحدث عبر قناة بي إن سبورتس مباشرة بعد نهاية المباراة في تصريحات عكست حجم السعادة والرضا، حيث أشاد بلاعبيه وجماهير الزمالك ووجه رسالة شكر وتفاؤل قبل خوض غمار المباراة النهائية. الفخر باللاعبين: أنا فخور جدا بلاعبي اليوم، قدموا مباراة كبيرة والتزموا بالتعليمات التكتيكية التي طلبتها منهم، عرفوا كيف يديرون المباراة بذكاء خاصة بعد الفوز في مباراة الذهاب. الحفاظ على نظافة الشباك في مباراتي الذهاب والإياب يؤكد قوة دفاعنا وانضباط اللاعبين. شكر الجماهير: جماهير الزمالك العظيمة كانت خلفنا اليوم وفي كل المباريات، دعمهم لنا كان له أكبر الأثر في وصولنا إلى هذا المباراة النهائية. أعدهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا في النهائي لإسعادهم وإعادة الكأس إلى القلعة البيضاء. الرد على خصم قوي: بلوزداد فريق محترم وقوي ويملك لاعبين مميزين، كنا ندرك صعوبة المباراة لكننا تعاملنا معها بجدية واحترافية، نتمنى لهم التوفيق فيما تبقى من الموسم. الطموح في النهائي: لم نصل إلى النهائي لنكتفي بذلك، نحن نريد الكأس، اللاعبون مصممون على تحقيق البطولة وسنعمل كل ما في وسعنا للاستعداد بشكل جيد للمباراة النهائية أيا كان الخصم. رسالة أخيرة للجماهير: أعد جماهيرنا الوفية بأننا سنبذل روحنا في النهائي، هذا الإنجاز هو بداية والزمالك قادم بقوة في الفترة المقبلة. شكرا لكم على دعمكم ونعدكم بأسعد الأيام. الخلاصة: معتمد جمال يعبر عن فخره الكبير بلاعبي الزمالك بعد التأهل للنهائي، يشكر جماهير الزمالك ويعتبر دعمهم السر الأكبر وراء الإنجاز، يشيد بفريق بلوزداد ويتمنى لهم التوفيق، يؤكد أن الطموح هو التتويج بالكأس وليس مجرد الوصول للنهائي، يعد الجماهير ببذل أقصى جهد في المباراة النهائية لإسعادهم.